تدعم الآخر أيضا حتى أكون في زي ما أقول سينرجي لتحقيق المرجو. وأنا أقول مطمئنين في هذه العملية، لأن المناخ أفضل ما يتصوره الإنسان مع المقارنة ما كان موجود قبل 20-30 سنة. الآن الحالة تتغير والأمور ماشية لقدام. مسألة زي ما أسلفت تحتاج إلى أن يكون عندنا خطط تفصيلية واضحة لكل خطة ولكل قطاع ولكل صناعة، ونحن ماشيين نقول في خطة يعني ثابتة لأن نهيئ أو نخلق الأرضية والمناخ الملائم لتعاون ثنائي وإقليمي. السعودية الأفريقية أقول جات في وقتها في محلها، يكون في تكامل بين الفرص والقدرات والإمكانيات للمملكة، وأيضا الفرص والإمكانيات بين الحالة اللي موجودة في إفريقيا. التكامل هو طبيعي، التكامل في وقت المناسب بالتأكيد. الأمور تحتاج إلى جهد وإلى عمل، إلى مش عواطف ولا إرادة هنا وهناك، إرادة تكون موجودة، تكون في طموحات حتى، لكن تحتاج إلى ترتيب الأمور بشكل واقعي. يكون في هناك آليات، يكون في هناك خطط وتفاصيل لخطط تكون جاهزة، وتعبئة موارد حتى لتحقيق هذه الموارد. أقول أنا هذه كمناسبة هي مناسبة فعلا جادة وناجحة، لكن تحتاج إلى عمل دؤوب لوضع كل هذه الخطط، ثم آليات للمتابعة وتقييم حتى الخطوات تكون موجودة.